ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى رايحين كده العتبه، فلوج هيعجبكم ان شاء الله. هنجيب كده شويه حاجات من هناك، واستنوا معايا بقى في اخر الفيديو. رايحين مكان حلو قوي هيعجبكم باذن الله. طبعا بصوا شايفين الجمال بقى، برج القاهره بقى والنيل بقى. قلت اصور لكم كده الحاجات الجميله دي، والنيل الجميل ده. ويوميها الصراحه الجو كمان كان جميل جدا وحلو قوي على حظنا يعني. فبصوا ما شاء الله النيل جميل ازاي. آه احنا رايحين، زي ما قلت لكم بقى احنا رايحين العتبة. يعني في حاجات كده عايزين نجيبها من هناك. قلنا بقى نروح العتبة، الاسعار هناك جميلة جدا. يعني انا روحتها كذا مرة، بس حبيت بقى، لان انا قبل كده ما كنتش بصور الصراحة لما كنت بروح، فحبيت اصور لكم عشان اللي حابب بقى يستفيد بالاسعار. ولو حد عايز يجيب حاجة فانا صورت لكم كل حاجة بالاسعار بتاعتها. وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. اللي بيتفرج بقى على الفيديو كده واحنا لسه في بداية الفيديو، شجعيني بقى بلايك كده واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد بنزله. وان شاء الله بإذن الله اليوم بتاعنا يعجبكم. احنا كده خلاص كده في ميدان التحرير. عايزه اقول لكم من حظنا الشوارع كانت الدنيا كانت رايقه، والجو ساعتها كان جميل، الجو كان حلو قوي. فمن حظنا يعني اللي الجو كان مظبوط وكده. حبيت بقى اصور لكم كده. عايزه اقول لكم وسط البلد جميله جدا. إيه الجمال ده يعني، تحسي ان انت عايشه في اوروبا بجد. كده خلاص احنا داخلين على العتبه. احنا كده خلاص بقينا في العتبه يعني. هو الناس بقى اللي قاعدين بشنط، والناس اللي قاعدين بحاجات بقى. هصور لكم كل حاجه وهوريها لكم. كده احنا خلاص بقى نزلنا. بصوا بقى، اول حاجه احنا دخلنا المحل ده في العتبه، موجود في العتبه. في بقى اللي هي التيشيرتات الاديداس والحاجات بقى اللي هي الجميله ديت. ابني كان عايز يجيب بقى اللي هي الفانيلا بتاعت برشلونه. وجوزي برضو جاب تيشيرتات من ديت. وهناك بقى موجود كل حاجه، موجود بقى اللي هي قشرات للمصيف وفانيلات للمصايف. يعني اللي حابب بقى يجيب حاجات للمصايف عشان المصيف وكده. العتبة فيها حاجات جميلة جدا وأسعارها حلوة قوي بجد. آه، والخامة بتاعتها تحفة. وعايزة اوريكم برضو في ترنجات. بصوا ده ترنج اهو، خليته يوريهولكوا. عايزة اقولكوا روعة وخامته جميلة جدا. ده ب380. حلو قوي يعني. طبعا لو هتشتريه من مكان تاني هيعدي. ف غير بقى لسه ما تفصلي برضو معاه هما يعني حاجتهم حلوة جدا. اهو بصوا صورت لكم كل التيشيرتات اللي موجودة عندهم. الخامة بتاعتهم فظيعة بجد. يعني انا ابني جاب وجوزي جاب من عندهم. حاجاتهم حلوة قوي وارخص من بره بكتير. بصوا ما شاء الله جميلة جدا. وتحت برضو اللي هي البناطيل والشراط بتاعت المصايف حلوة قوي. البناطيل اللي موجودة في من 200 وفي 220 وفي 250. بصوا بقى عايزة اقول لكم رحت بقى، انا كنت عايزة اجيب. رحنا بقى كده برضو موجود هناك محل اللي هو الكوتشيات ده. كنت انا عايزه اجيب الكونفرس. بصوا بقى ده الكونفرس ده ولادي ابني جايب منه. ده اللي بتعرفيه منين؟ بتعرفيه من اللي هو النعل بتاع ده كونفرس البناتي. بصوا هتلاقوا النعل من تحت غير اللي هو بتاع الولاد، يعني ده بناتي. انا جبت واحد بس جبت الاسود يعني. في اللي هو التاني هوريكم برضو. اللي هو النعل اللي هو الولادي تلاقيه ضخم شوية، انما اللي هو البناتي او الحريمي هتلاقوه يعني. بصوا النعل بتاعه رقيق كده ومش كبير ومش ضخم زي الولاد. انا جبت الكونفرس ده الاسود ده، جبت منه. حلو قوي في اللبس وشيك جدا. يعني هو في منه آه ولادي وفي بناتي، يعني في للبنات والولاد. فانا جبت واحد يعني وكده عجبني فجبت واحد. عنده الكوتشيات كلها. انا جبت الكونفرس ده ب350. وعنده في كوتشات ب250. يعني هنا في حاجات ب250 وفي حاجات ب300. في حاجات ب350. اسعارها جميلة جدا. الاسعار حلوة قوي. ده بقى بصوا بقى، ده برضو ناس هناك قاعدة كده بفرشة كده. يعني عايزة اقول لكم مش هتصدقوا السعر. سعر البوت او اي جزمة موجودة ب125 جنيه بجد. يعني البوت اللي انا ماسكاه ده
ب125 جنيه. متخيلين الاسعار عامله ازاي؟ جميله جدا. يعني انا صورت لكم عند الناس اللي هي بترضى تصور في حاجات تانية احلى كمان وارخص، بس ما كانش في حد حابب يصور. بصوا ده برضو ب125 جنيه. اي حاجه موجوده ب125 جنيه. جميله جدا. بصوا فخامه وشيك جدا، والخامه بتاعتهم جميله جدا. الشنط بقى، بصوا الشنط الحاجات دي موجودة فين بقى؟ موجودة عند عمارة الأندلس، عشان اللي حابب يروح. بصوا بقى الشنطة، أي شنطة موجودة. مش يعني هقول لكم السعر بجد، انتوا متخيلين السعر؟ يعني الشنطة ب85 جنيه. يعني أي شنطة موجودة ب85 جنيه. جميلة جدا وشيك جدا وخامتها. أنا فتحت الشنطة بس كني كنت بصور بإيد. بصوا الجميلة دي قوي، عجبتني جدا. دي برضو ب85 جنيه بجد. احنا عندنا الاسعار فظيعة. الاسعار في العتبة جميلة جدا. بصوا الشنطة دي جميلة جدا. بصوا برضو اللي هي الشنط الصغيرة دي برضو قلت له بكام، قال لي برضو ب85. عندهم اي حاجة موجودة ب85 جنيه بجد. حاجات تحفة، والخامة جميلة جدا ونضيفة جدا وشيك جدا. يعني الشنط دي طبعا انتوا عارفين بنجيبها من المحلات، بتعدي طبعا الاسعار انتوا طبعا عارفين. ف85 يعني حاجة كده يا بلاش. زي ما قلت لكم دي موجودة عند عمارة الأندلس. هتلاقوا كده الناس فرشين وقاعدين. بصوا برضو ديت موجودة برضو في عمارة الأندلس. عند فرشة سلامة السويفي. يعني قولي فرشة سلامة السويفي. هو الراجل الولد اللي كان بيبيع قال لي قولي كده، يعني عشان الناس لو حابة تيجي. يعني بصوا العبيان ديت، عايزة اقول لكم العباية ب170 جنيه، ولسه ما فصلناش. يعني بالفصال طبعا ممكن تاخديها ب150 جنيه. ما شاء الله. العبيان دي زي العبيان اللي انا بروح اشوفها في كرداسة وكده. آه يعني بجد هي رخيصة جدا وحلوة جدا، وخامتها حلوة جدا، نفس والله الخامة بتاعت كرداسة. العباية ب170 جنيه بلاش. بس كده بقى بصور لكم كده. بصوا في كل حاجة موجودة. بناطيل جينز، لبس أطفال. لقينا بقى واحد كده قاعد بيشوي ذرة بقى، والريحة كانت فظيعة فجبنا منه ذرة. بجد يا جماعة، اللي عايز يجيب حاجات والله بجد من العتبة يجيب. يعني الحاجات هناك جميلة جدا ورخيصة جدا. وطبعا بقى برضو في هناك كده شارع للنجف والتحف والأباليج والحاجات اللي عايز بقى يشطب شقته. حاجات هناك بتجيبيها رخيصة جدا. يعني مش زي ما بتجيبيها من بره بتبقى غالية، لا هنا هتوفر عليكي، وفيها محلات كتيرة حلوة قوي. وفي بقى لبس العرايس اللي بتجهز بقى موجود. كل حاجة، كل الحاجات اللي هي المستلزمات بقى العرايس اللي بيجهزوا موجود في جميع يعني كل حاجة تتخيليها وما تتخيلهاش هتلاقيها موجودة. وطبعا بقى اللعب ديت ابراهيم شاف اللعب فقال لي هاتيلي لعبة. بعد بقى بصوا ما دوخني كده، في الاخر جاب بورد واللي هي السبورة يعني وخلاص. عندهم كل حاجة. عندهم برضو اللعب من اول اغلى حاجة. يعني في اللعب دي ب15، وفي ب35، وفي ب10، وفي لحد العربية اللي هي هوريها لكم دلوقتي. العربية دي ب150. عندهم برضو كل حاجة موجودة. بصوا دي شنط للسفر برضو. بصوا العربية ديت هيشغلها اهيت. دي ب150 جنيه. بس هو قال يعني كمان الأرض عايزة مكان كده زي سيراميك أو كده بتلف أسرع من كده. ما شاء الله في كل حاجة تلاقوها موجودة هناك. بصوا بقى إبراهيم جاب إبراهيم جاب بقى البورد دي، سبورة كده ومعاها قلم واستيك بتاع كده زي بتمسحي بيها. ديت عاملة مش عارفة، عاملة 15 ل20 حاجة زي كده. بصوا العربية دي كمان، العربية دي عاملة 35. ابراهيم كان عنده واحدة زيها، كنت انا ماسكاها بقول له فاكر يا ابراهيم وانت صغير كان عندك واحدة زيها وكسرتها. بس كده خلاص بقى الدنيا ليلت علينا بقى، الجو ضلم واحنا كل ده بنلف بقى. احنا جبنا بقى شوية حاجات كتير. وابني برضو جاب تيشرتين تانيين من تيشرتات حلوة قوي. قال لي يا ماما ده هنا نفس التيشرتات اللي بلاقيها في المحلات اللي هي على فيصل واللي هي بره وكده. قال لي هنا التيشرتات حلوة قوي واسعارها حلوة احلى من، يعني ابني اتفاجئ. يعني احنا كنا بنيجي وهو كان صغير شوية، ما جاش وهو كبير كده. فقال لي يا ماما ده هنا كل حاجة موجودة والاسعار فيها احلى
بالاماكن اللي احنا قاعدين فيها يعني وكده. بصوا التيشيرت ده برضو هو جاب التيشيرت ده اوفر سايز اهو. بصوا عايزه اقول لكم التيشيرت ده كان بيقول لنا ب200 جنيه، خدناه ب180 جنيه، بس جميل جدا، هو اوفر سايز. بس كده بقى لفينا وجبنا شويه حاجات، وقلت عشان ما اطولش عليكم. بعد كده بقى ايه الولاد جاعوا، فقلنا بقى بص وسط البلد وجمالها، فقلنا بقى كده نروح ناكل عند ابو طارق. طبعا بقى ملك الكشري، انتوا عارفين ابو طارق. رحنا عنده. عايزه اقول لكم الكشري بتاعه يعني جميل جدا برضو. انا رحنا هناك كتير بس ما كناش بنصور. كنت بروح يعني كتير وكده قبل ما افتح القناه وكده، بس ما كنتش بصور بقى ساعتها، ما كنتش فاتحه القناه. بس لما انا رحت بقى قلت ايه اصور لكم. بصوا اهوت. هو ما بينه وما بين العتبة مش كتير يعني، احنا خدنا تاكس وودانا. بصوا هنا بقى متصور مع عمرو اديب والله يرحمها رجاء الجداوي. ما شاء الله كل دور بنطلع نلاقيه زحمة، كل دور نطلع نلاقيه زحمة اهو. بصوا احنا طلعنا بقى الدور ده لقينا فيه ترابيزة فاضية. ما شاء الله كل اللي هناك بقى اجانب ويعني هو ابو طارق يعني مشهور ما شاء الله عليه يعني. مش عايز اللي انا اقعد اتكلم عنه كتير. آه، جابوا لنا بقى الكشري. عايزه اقول لكم الكشري كان تحفه، الكشري بتاعه جميل جدا، طعمه حلو قوي. انتوا شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله والله من غير ان يعني من غير ما اتكلم واشكر فيه، شكله يفتح النفس، جميل جدا ونضيف جدا. والصلصه شايفين الصلصه جميله ازاي وحمرة. اكنه بيتي يعني. محمد ابني لما شم ريحته قال لي يا ماما ده بيفكرني باللي انتي بتعمليه لنا في البيت، نفس الريحه. بس كده بقى احنا كلنا والحمد لله. الكشري كان جميل جدا بجد. يعني اللي ما كلش اللي ما جاش هنا كل عند ابو طارق فايته كتير. هنا جوزي بقى كان بيحط لي دقه، وقلت له بقى حط لي شطه عشان كنت بصور. فبصوا بقى حط لي شطه قد ايه، بصوا بينتقم. حط لي شطه كتير، بس شطه حلوه مش اللي هي حراقه قوي يعني. ف مش مهم يعني، انا بدوس في الشطه، اللي عارف انا بحب الشطه الحاجه الحراقه. فاكلته كان تمام، كان حلو قوي بجد. وطعمه تحسي فعلا ان انت بتاكلي كشري عاملاه في البيت، حاجه نظيفه جدا. وبصوا المفرفر كده ومش معجن ولا حاجه، لا بصوا من شكل الطبق جميل جدا وعجب الولاد وحبوه جدا. عايزه اقول لكم بقى على الاسعار الطبق بيبدأ من 30 35 40. ده سعر الاطباق الموجوده هناك. حطيت بقى كمان كده بصل. ظبطت بقى الطبق بتاعي كده. عايزه اقول لكم والله بجد انا جوعت تاني وانا بمنتج الفيديو معاكم. بصراحه الكشري بتاعه جميل جدا، تحفه ما شاء الله. ربنا يكرمهم يا رب. وهو ما شاء الله عليه يعني ملك الكشري ابو طارق، يعني غنى عن التعريف. وانا نازله بقى كده حبيت اصور لكم بقى. هو متصور بقى مع جورج قرداحي اللي هو بتاع من سيربح المليون، وسعاد يونس ومحمد صلاح ورجاء الجداوي الله يرحمها وعمرو اديب طول ما انت طالعه كده تلاقيه حاطط صور كده برضو على على السلالم كده وانت طالعه. ما شاء الله يعني هو ربنا يكرمه يا رب ويديله الصحه يعني. الكشري بتاعه تحفه بجد يعني. لازم كل اللي يجي عند كشري ابو طارق هيعجبكم جدا. طبعا بس كده خلاص اليوم بتاعنا خلص. انا صورت لكم اهوت من بره. ما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.